السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده ان شاء الله هنحل cumulative test 9 till lesson 1 unit 3 تحت عنوان areas. السؤال الاول choose the correct answer. A square with a diagonal length بيتكلم عن الdiagonal في السكوير واللينث بتاعه ب 12 feet ومحتاج الاريا. هقول له انا عندي قانونين للاريا. القانون الأول الاريا equals side times side ألا وهي السايد باور 2. القانون الثاني اللي هو half d باور 2 أو half diagonal باور 2. في السؤال هنا بيتكلم عن ال diagonal length ومديولي اللي هو ب 12 feet، يبقى هنشتغل بالقانون الثاني. يبقى الاريا بت equals half times ال diagonal اللي هو ب 12 باور 2، يعني half ال 144 اللي هي بت equals 72، يبقى الإجابة letter B. السؤال الثاني A trapezium with a height of 5 cm and a length of its middle base is 9 cm. What is the area؟ عندي two rules للترابيزيوم. القانون الأول اللي هو الاريا بت equals half times b1 plus b2 times الهايت. القانون الثاني اللي هو الميدل بيس times الهايت. الهايت مديولي اللي هو ب 5 سنتيمتر والميدل بيس ب 9 سنتيمتر، يبقى هنشتغل بالرول نمبر 2 اللي فيه الميدل بيس. يبقى الاريا هت equals الميدل بيس اللي هي ب 9 تايمز الهايت اللي هو ب 5، تطلع الانسر ب 45 سنتيمتر سكوير. الإجابة letter A. السؤال الثالث A rhombus with a side length of 15 cm and diagonal length of 18 cm and 24 cm. What is its height؟ هنا بيتكلم عن rhombus مدين السايد ب 15 سنتيمتر ومدين التو diagonal ب 18 والdiagonal التاني ب 24 وبيسأل عن الهايت. احنا حافظين قانونين للرومبس. القانون الاول الاريا عبارة عن السايد لينث تايمز الهايت. القانون الثاني الاريا بت equals half تايمز الدياجونال الاول تايمز الدياجونال الثاني. هو مديني السايد ومديني التو diagonals، يبقى هنشتغل بالرول نمبر 2. يبقى الاريا بت equals half times الدياجونال الاول اللي هو 18 times الدياجونال الثاني اللي هو 24. هنكتب على الكالكوليتر half times 18 times 24 تطلع الاريا ب 216 سنتيمتر سكوير. ممكن نعوض بيها في القانون الأول. ومعايا السايد نفس الكلام ممكن نعوض بيه في القانون الأول. ما عادش باقي غير الهايت اللي هو محتاجه. يبقى في خطوة جديدة هنبدأ نعوض. هنشيل الاريا ونحط مكانها 216. هنبدل السايد بال 15. ما عادش باقي غير المجهول اللي هو الهايت. ممكن ال 15 تروح الناحية التانية بالديفايد، فهيبقى الهايت بي equals 216 divided by 15. هنكتبها على الكالكوليتر 216 divided by 15 تطلع الانسر 72 over 5. هنضغط اس دي تطلع 14.4 سنتيمتر. الإجابة letter C. يبقى الإجابة C. Another solution ممكن أساوي القانون الأول بالقانون الثاني ونستنتج قانون جديد. مش هنا area وهنا area، خلاص ممكن نساوي السايد تايمز الهايت بالهاف دي 1 دي 2. يعني هنعيد كتابتها كده side times height بي equals half d1 d2. سويت القانونين ببعض. هو محتاج الهايت، خلاص هنودي السايد الناحية التانية بالديفايد. ما عادش باقي لي غير الهايت اللي هو محتاجه اللي هو عبارة عن half d1 d2 over side. يبقى الهايت بي equals half times الدياجونال الأول اللي هو 18 الدياجونال التاني اللي هو 24 divided by السايد اللي هو 15. هتطلع الإجابة برضو 14.4 سنتيمتر. نروح لكويستشن نمبر 4. محتاجين نعمل ديفايد الترم ده divided by الترم ده، يعني مونوميال divided by مونوميال. هنبدأ من أول الكوفيشنت اللي هو نيجاتيف 24 هنعمله divided by نيجاتيف 6 كأنها نيجاتيف 24 divided by نيجاتيف 6. النيجاتيف هيكنسل مع النيجاتيف وال 24 divided by 6 equals 4، يبقى هكتب هنا 4. نروح للإكس باور 2 ونعملها divided by الإكس باور 2 يتبقى 1 وال1 ما بينكتبش. نروح للواي باور 3. الترم اللي على الرايت ما فيهوش وايات، خلاص هنكتب الواي باور 3 زي ما هي واي باور 3، يبقى الانسر هيكون letter D. نروح لكويستشن 5. If A and B are the square roots of the number 4, what is the value of B plus A؟ ال A وال B هما السكوير روتس، واخد بالك ان كلمة روتس جمع اخرها حرف الاس، يعني يقصد الروت البوزيتيف ويقصد الروت النيجاتيف. سكوير روت 4 اللي هو ب 2، وعشان كلمة روتس جمع يعني يقصد البوزيتيف والنيجاتيف، فسواء ال B هي 2 وال A هي النيجاتيف 2 او العكس، كده كده لما نيجي نعمل لهم بلس هيكنسلوا مع بعض يطلع الانسر بزيرو، لانه هيكون النمبر والاديتيف انفرس بتاعه.
السؤال نمبر 2 هنا بيتكلم عن الترابيزيوم. مديني الاريا ب 280 هنكتب عليها كده حرف ال A، ومديني الهايت ب 10 هنكتب فوق H. بيقول لي if the length of one of its parallel bases highlight على كلمة 1 highlight على كلمة base highlight 22، يعني 1 base من ال 2 bases ب 22 وليكن اسمها base number 1 أو B1، يبقى أكيد هيسأل عن ال base number 2. فعلا هنا بيقول لي then find the length of the other base، يعني عايز ال base number 2 تطلع بكام. من الليترز اللي احنا كتبناها دي يا شباب ممكن نستنتج ان احنا هنشتغل على انه قانون بالظبط. هنشتغل على القانون الاول اللي هو الاريا بت equals half times b1 plus b2 times الهايت. هو مديني الاريا ب 280 يبقى انا هشيل ال a واكتب مكانها 280. الهاف هتنزل زي ما هي. مديني ال b1 ب 22 يبقى هكتب مكانها 22. ال b2 unknown هنسيبها زي ما هي. ومدينا الهايت ب 10 يبقى اكتب مكان الهايت 10. ال2 هنا تحت في الدينومينيتور يعني كأنها بالديفايد، فلما تعدي الناحية التانية هتروح بالتايمز. يعني السؤال دلوقتي كأنه 2 times 280 equals 22 plus b all times 10. ممكن كمان نودي ال 10 الناحية التانية، بدل ما هي بالتايمز تروح الناحية التانية بالديفايد. ما عادش باقي على الرايت هاند سايد غير 22 plus B2، والليفت هاند سايد دلوقتي بقى 2 times 280 وودينا لها 10 بالديفايد بقت divided by 10. ممكن نكنسل الزيرو مع الزيرو ونعمل 2 times 28 او نحسبها على الكالكوليتر. 2 times 8 ب 16 6 and carry up 1. 2 times 2 4 plus 1 5 يبقى الانسر هنا 56. والناحية التانية 22 plus B زي ما هي. ال 22 هنا بالبلس ممكن نوديها الناحية التانية بالماينس، فهتبقى ال B2 بت equals 56 زي ما هي وال 22 عدت لها بالماينس، يبقى ال B2 بت equals 34 feet. وبكده نكون خلصنا السؤال. نروح ل question number 3. Find the length of the diagonal of a square. Find the length of the diagonal of the square. هنا بيتكلم عن السكوير whose area equal to the area of a rhombus. وبيقول لي ان area السكوير equal to area الرhombus. قبل ما نكمل اي حاجة تعالوا نتخيل كده الكلام اللي هو قايله ده. بيقول لي ان area السكوير بت equals area الرhombus. معنى كده يا شباب ان انا ممكن اشتغل بarea السكوير، القانون بتاع area السكوير او قانون area الرhombus، الاتنين هيدونا نفس الارياز للتو شيبس، لان area السكوير بت equals area الرhombus. هو مدينا بقى ان الدياجونال لينث التو دياجونالز واحد منهم ب 4 وواحد منهم ب 16 للرمبس، يبقى نشتغل بقانون اريا الرمبس علشان هو مدينا الدياجونالز نقدر نستخدمها. اريا الرمبس بي ايكوالز هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2. هاف تايمز ال 4 دي هي الدياجونال الاول وال 16 دي هي الدياجونال الثاني، يبقى هاف تايمز 4 تايمز 16. ممكن نقول هاف ال 4 اللي هو ب 2 و2 times 16 اللي هي ب 32، او نقول half ال 16 اللي هي 8 4 times 8 اللي هي برضو 32، او نحسبها على الكالكوليتر عادي جدا. هتطلع الانسر 32 meters square. ال 32 هنا بتريبريزنت اريا السكوير او اريا الرمبس، لان ال two areas are equal. لسه ما خلصناش، وهنا بيسألني عن ال length of the diagonal of the square اللي هنحسبه من قانون اريا السكوير. اريا السكوير بت equals half d power 2. اريا السكوير اللي هي ب 32، يبقى هشيل الاريا واكتب مكانها 32 بت equals half d power 2. ال 2 هنا بالديفايد ممكن نوديها الناحية التانية بالتايمز، يتبقى لي الدياجونال باور 2 اللي هو بي equals 32 times 2، يعني الدياجونال باور 2 بي equals 64. وهو عايز اللينث بتاع الدياجونال، يبقى ناخد السكوير روت للطرفين. الدي باور 2 لما ناخد لها السكوير روت هتكون دي. ال 64 لما ناخد لها السكوير روت هتبقى positive or negative 8، ولكن مفيش لينث بالنيجاتيف، فعلشان كده بنكنسل النيجاتيف، فالدياجونال هنا هيكون ب 8 meters. وبكده نكون خلصنا السؤال. نروح لكويستشن 4. بيقول لي find the solution set for each of the following in Q. ايه المقصود بالكيو؟ الكيو مقصود بيها rational number بيكون على الفورم A over B وال B not equals 0. في على الليفت هاند سايد X وفي على الرايت هاند سايد 3X. احنا عايزين الليفت هاند سايد مثلا يكون كله X والرايت هاند سايد يكون كله numbers. يبقى احنا ممكن نبدل ال 3x مكان النيجاتيف 2 والنيجاتيف 2 مكان ال 3x، فبالتالي الاكس هتفضل زي ما هي. ال 3x لما تعدي الناحية التانية هتروح بنيجاتيف 3x، غيرنا الساين. الانيكواليتي زي ما هي،
النيجاتيف 2 لما تعدي الناحية التانية هتبقى بوزيتيف 2 غيرنا الساين، بلس 7 زي ما هي. معايا 1x وخسرت 3x يبقى أنا كده خسران 2x. الانيكواليتي هتفضل زي ما هي 2 بلس 7 اللي هي ب 9. الخطوة الجاية في غاية الخطورة يا شباب، طالما الكوفيشن بتاع الاكس بالنيجاتيف وهنودي الكوفيشن كله الناحية التانية بالديفايد أو بالتايمز لازم نغير الانيكواليتي. تاني النيجاتيف 2 هنوديها الناحية التانية بالديفايد، فالاكس هتفضل لوحدها، ال9 زي ما هي ما جيناش يمها. النيجاتيف 2 كانت بالتايمز مع الاكس هتروح الناحية التانية بالديفايد تبقى ديفايدد باي نيجاتيف 2. طالما الكوفيشن بتاع الاكس كان بالنيجاتيف يبقى لازم نغير الانيكواليتي، هتبص الناحية التانية كده تبقى greater than or equal. يعتبر كده خلصنا، ناقص بس نكتب السوليوشن سيت لانه بيسالني عن السوليوشن سيت. يبقى ما قايل له كده therefore the solution set b equals، اتفقنا ان هي اسطمبه واحده في الانيكواليتي، بنعمل بريسز كده ونقوم قايلين x where x belongs to q على حسب الست دي كده اسطمبه ثابته. كل بس اللي بنزوده فيها ان ال x greater than or equal 9 over negative 2 على حسب السؤال اللي بنحله اجابته بتنكتب هنا كده. اما بقيه الاسطمبه اسطمبه ثابته في كل مسائل الانيكواليتي. طب مسائل الايكويشنز بتكون نفس السوليوشن سيت؟ لا، بتكون مختلفه. تعالوا نحل كده example 2. طبعا اللي بيميز ما بين الايكويشن والانيكواليتي الساين، هنا الساين greater than smaller than greater than or equal smaller than or equal. اما الناحيه الثانيه الايكويشن بتكون علامه equal بس. محتاجين ال 2x باور 3 تكون في ترم لوحدها وبقيه النمبرز الناحيه الثانيه. تعالوا نودي ال 3 الناحيه الثانيه بالماينس، هي كانت بالبلس فهتروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ال 2x باور 3 بت equals 253. ال 3 هتعدي هناك بالماينس تبقى ماينس 3، يبقى ال 2x باور 3 بت equals 250. ممكن نودي ال 2 دي الناحيه الثانيه بالديفايد، هي كانت بالتايمز فهتروح بالديفايد، يبقى ال x باور 3 بت equals 250 divided by 2، يبقى ال x باور 3 بت equals 125. طب احنا محتاجين x واحدة بس مش x باور 3، يبقى ناخد الكيوب روت للطرفين by taking the cube root for both terms. هنلاقي ان ال x بت equals 5. وبكده خلاص نقدر نقول ان السوليوشن سيت عبارة عن the set of 5. وبكده نكون خلصنا الكوميوليتيف تيست، والسلام عليكم.